ده هو جين، طفل ضعيف الكل بيتنمر عليه. في مره بيهجم عليه مجموعه من المتنمرين ويضربوه ويكسروا وشه، بس انت فاكر انه هيسكت لهم يا صديقي؟ لا طبعا، هو كمان بيمسكهم ويكسر عظمهم، ولسه هيدي واحد فيهم القضيه امه بتمسك ايديه بتقول له عقل وارجع عن اللي في دماغك يا غالي. جين بيقول لها بس هم اللي هجموا عليا. بتقول له يا ابني القوة مش انك تضربهم، القوة انك تمسك نفسك عند الغضب. جين ما بيبقاش فاهم حاجة، بيقول لها بس هم اللي ضايقوني ويستاهلوا كل اللي حصل فيهم. امه بتقول له بينا يا ابني على البيت وهناك هعرفك كتير عن الكازوما. بيرجعوا البيت وجين متضايق عشان ما اخدش حقه. بيقول لها عايزة تقولي لي ايه عن كازوما؟ انا اصلا مش من البلد دي ولا اهل البلد بيحبوني ومش مستوعبين ان من عيلة كازوما اساسا. امه بتقول له لا، ده عشان انت بس اللي مفكر كده، لكن انت من البلد دي وهتفضل طول عمرك منتمي ليها. انا عارفه انك في يوم من الايام هتطلع منها، هتطلع للعالم الخارجي الواسع، بس مسيرك هترجع لها تاني. وعلى فكره انت ما كسبتش قتال النهارده ولا حاجه، بالعكس ده انت خسرته. اسلوب كازوما هو الدفاع في حاله لو حد هجم عليك، مش انك تموت الناس العاديه كده وخلاص. وده بقى اللي كنت بقولك عليه، اعلمك كتير عن الكازوما. ومن بكره هنبدا تدريبات اسلوب كازوما. الجين بيقول لها كازوما وعيله كازوما امال فين ابويا من كل ده؟ بتقول له بقول لك ايه، كفايه كلام بقى، قوم يلا كمل دراستك. جين بيقول لها لا اكمل دراسه ايه، يلا بينا نبدا تدريب. بتقول له لا انت تعبت جامد النهارده. وبعدين قلنا ايه، العقل السليم في الجسم السليم، لما تذاكر كويس هتعرف تفكر كويس وهتعرف تنتج اكتر في التدريب. بيعدي الوقت وبيجي تاني يوم، ام جين بتدربه على مهارات الكازوما. بيبقى جين ضعيف ومشتت. بتقول له بص يا ابني، الوحش مش اللي احنا بنقابله في الحقيقه، الوحش الحقيقي هو نفسك. لو قدرت تتغلب عليها وجعلتها للخير فانت كده فزت باي قتال تدخله، وعشان تبقى جامد لازم تبقى مركز على طول. الكلام بيبقى غريب على جين ومش فاهم منه اي حاجه، بس كل اللي منبهر بيه هو قوه امه، ازاي وصلت للليفل ده. بيبدا يتعلم منها كل حركاتها، لكنه بيقع في النهايه مبتدئ ولسه عليه بدري يا صديقي. بتشجعه امه على اداؤه وبتقول له كفايه كده، اتعلمنا كتير النهارده، يلا بينا نروح نجهز الغدا. وامه واقفه تعمل الاكل، بيقعد هو يدردش معاها شويه عن عيلتهم، لكنهم بيسمعوا صوت بره. وده بقى واحد من المتنمرين اللي جين ضربهم الصبح، جاي وجايب ابوه السكران معاه اللي جاي ياخد حق ابنه. بيقول له ام جين ابنك ضرب ابني. لسه جين هيبرر لنفسه ويقول له ان هو اللي هجم عليه. امه بتقول له ولو كان لازم تسيبه وتمشي، بس بما انك ضربته وعورته جامد يبقى لازم تعتذر له. ابو المتنمر بيقول لها اعتذر له؟ لا ما عندناش احنا الكلام ده، انا لازم اخد حق ابني بنفسي. بيكسر الازازه ولسه هيهجم على جين، بس امه بتتدخل في الوقت المناسب، بتزق الراجل وتوقعه على الارض. بتقول للمتنمر خد يا ابن ابوك روحها عشان ما يقلش ادب عليكم، وانت يا جين حصلنا على جوه. بتدخل هي وابنها وبتفضل تحكي له عن بطولات الكازوما. بتقول له يا ابني في يوم تشمت في خصمك، احنا بنستخدم قوتنا في الدفاع عن نفسنا مش عشان نستقوى بيها على الناس. بيقطع كلامهم صوت غول من بره. امه بتقول له بص يا جين، هي الدنيا كده يا ابني، مره تنادينا للدفاع ومره تنادينا للهجوم، فانا عايزك تفضل هنا وما تخرجش ورايا مهما حصل، وانا لو حصل لي اي حاجه عايزك تروح على المدينه وتدور على جدك. وفعلا بتطلع امه وتقابل الغول اللي على طول بيضربها ويرميها بعيد، بس هي ما بتستسلمش، بتقوم مره تانية. الغول برضه مش سايبها، ضربه يمين وضربه شمال. جين عاجز جوه البيت وخايف يطلع يساعد امه. الغول بيمسكها من رقبتها بيخنقها وبيبقى خلاص هيموتها. جين خلاص جاب اخره، على طول بيطلع ويطير على الغول ويضربه ويخليه يسيب امه، بس الغول بيرميها على الارض ويولع في المكان كله وبيتجه ناحيته لسه هيموته. الام بتنقذ ابنها، الغول بيروح عليها مره تانية، بس ام جين المره دي بتستجمع قوتها وبتضرب بيها الغول وبتاخده وتدخل بيه النار. كل ده وجين لسه بيحاول يفوق، اخيرا فاق بس بعد فوات الاوان. بيصحى ما بيلاقيش امه ولا بيلاقي الغول، والنار في كل مكان. بيعيط على حاله وبيتذكر كلامها وانه لازم يلاقي جده في اسرع وقت. ما بيكدبش خبر وعلى طول بيطلع على المدينه علشان يقابل جده. بيروح للشركه بتاعته وهناك بيقابل الحارس الشخصي لجده. الحارس بيقول له انا شايفك بقالك كام يوم بتحاول تدخل الشركه، خير عايز حاجه مننا؟ جيم بيقول له بدور على جدي، وبيعرفه باسمه وانه من عيله كازوما. الحارس بيسمع اسم جيم بيتخض وعلى طول بياخده ويوديه لهوشيما. بيقول له الواد ده بيدور عليكم وبيقول انه قريبكم وبيحاول يدخل الشركه بقاله كام يوم. هوشيما بيقول له قريبنا مين يا عم، انا مش شايف غير واد عبيط شكله شحات. جيم بيعرفه على نفسه وانه من عيله كازوما. هوشيما بيقول له كازوما، طب ما ايه رايك تواجهني وتوريني اسلوب كازوما؟ جيم بيقول له اواجهك؟ انا مش جاي هنا عشان اواجهك، وبعدين انا ما تعرضتش للهجوم علشان ادافع عن نفسي. هوشيما بيقول له بس كده وبيهجم عليه، هو بيمسكه ويكسره. بيقول له انت لو فعلا من عيله كازوما فانت بمستواك ده تجيب لهم العار، احسن لك امشي من هنا وما تضيعش وقتي. جيم بيقول له قبل ما الغول يقتل امي قالت لي ادور عليك واجيلك، وانا وعدتها ان هلاقيك،
فانا مش همشي من هنا قبل ما اجيب لها حقها. جده بيقول له غول؟ انت شفت الغول بعينك؟ طب استعد بقى للي انت داخل عليه، هدربك علشان تقتله وتثبت للكل انك تنتمي لعيله كازوما. بيطلع جين يروح لميورا مساعدة جده وهي اللي هتعمل له لبس التدريب. جين لسه متاثر بموت امه والنار اللي شافها في كل مكان. بيطلب من ميورا تعمل له رسمه نار على اللبس اللي هيتدرب بيه. ميورا بتقول لهم بس وجود النار على الهدوم هيدي انطباع الغرور للي قدامك وده هيخليك مستهدف. هوشيما بيقول لها وايه الجديد؟ ما هو على طول مستهدف، ده من سلاله كازوما. انا متشكر جدا لرايك بس يلا بينا مفيش وقت وعندنا تدريب. بياخدوا جده على الحلبه واول حاجه بيعملها معاه هو انه يضربه في ظهره. بيقول له ده يبقى اول درس تتعلمه يا غالي، على الحلبه دي ما تديش ظهرك لاي حد، لا معلمك ولا خصمك ولا حتى انا، وانسى بقى كل اللي اتعلمته من اسلوب كازوما في القتال وانك تدافع عن نفسك. بس دي انت جاي هنا عشان تتعلم اسلوب هوشيما اللي بيتميز بالقوه الجسديه وقوه البناء. يعني عندك مثلا الاسدين دول جدك صنعهم زمان من الحجاره ومحدش قدر يكسر اسد فيهم غير ابوك، ومن هنا بقى عايزك تنسى الاسلوب الطري اللي امك علمته لك ده. انا هنا عشان امسح لك الاسلوب ده وابني لك اسلوب جديد. هي دي الطريقه الوحيده اللي هتخليك تجمد وتقدر تتغلب على الغول. كل ما تحس بالضعف اتذكر الالم والعجز لما كان الغول بيقتل امك وانت واقف مش قادر تعمل لها حاجه. خلي ضعفك ده يدفعك للامام. بيبدا التدريب وبيمسكه جده ويكسر عظمه. بيقول له انا بعمل كل ده عشان اقويك. اسلوب هوشيما بيعتمد على القوه الجسديه زي ما قلت لك، وعشان تبقى قوي جسديا لازم تقوي دراعاتك دي الاول. بيبدا جين يتمرن لوحده ويطور من نفسه بس ده ما يجيش حاجه جنب قوه جده اللي مش سايبه ونازل فيه ضرب. عارف ان اخر جين لسه ما جاش وشايف انه عنده احسن من كده. الجين مش راحم نفسه، بيتمرن ليل نهار بس برضه لسه ما جابش نص قوته اللي جده عايزها. بيقول له كفايه عليك كده، يلا روح استحمى وغير هدومك وتعالى عشان نتعشى سوا. بيروح على العشاء وبيقول له جده انا عايزك تاكل كل الاكل الموجود ده، لازم تقوي عضلاتك بدل ما انت طاري كده. الجين بيقول له كل الاكل ايه؟ احنا لازم ناكل اكل صحي علشان يساعدنا على التركيز. جده بيقول له برضه لسه مصمم على اسلوب كازوما. بيقطع كلامهم ده حارس جده اللي جاي وجايب معاه غانييرو. هوشيما بيرحب بيهم بيقول له اتاخرت يا غالي، فين القلاده اللي طلبتها منك؟ غانييرو بيقول له ايه بس مش هتاخدها الا لما تدفع لي الفلوس الاول. هوشيما بيقول له ما انت خدت فلوسك كامله قبل ما تجيبها يا ابني. غانييرو بيقول له لا ما انا ما كنتش اعرف انها غاليه عليك قوي كده، وده بقى كلام تاني وله حساب تاني. هوشيما بيقول له بس كده من عينيا، يلا يا عم جين عندك تدريب عملي دلوقتي، قوم كسره وهات لي منه القلاده اللي في ايده. جين بيتردد لكن جده بيبرق له، بيقوم على طول وبيكسر دراع غانييرو وياخد منه القلاده. جده بيقول له انت جبت القلاده بس اترددت في البدايه وده مش حلو ليك، التردد ضعف وطول ما انت متردد عمرك ما هتقدر تتغلب على الغول. يلا بينا خلينا نكمل الجزء الثاني من التدريب، بس قبل ما نروح على الحلبه تعال ما نفحص القلاده دي الاول. بيروحوا يفحصوها وبيلاقوا عليها صور لابطال كتير ماتت. جين بيبقى مخضوض بيقول له هما كل دول ماتوا من الغول؟ جده بيقول له ده كلام مالكش دعوه بيه، يلا بينا نروح الحلبه. بيروحوا يكملوا التدريب وجده بينزل فيه ضرب مره تانية. جين مش فاهم هو كده بيساعده علشان يقويه ويقدر على الغول ولا بيعذبه، بس مش مهم، انا لازم ابذل اقصى جهد عندي علشان اكتسب قوتي اسرع. عمال يسترجع في ذكرياته ويزود قوته من الالم زي ما جده قال له. جين بدا جسمه يتغير وعضلاته بتكبر، بقى شخص تاني غير الطفل الضعيف اللي الكل بيتنمر عليه. جده بيقول له عاش، هي دي الفورمه اللي انا عايزها، كده انتهى تدريبك، بس عايز اعرفك ان عشان تشق طريقك للغول لازم تهزمني في الاول. لسه جين بيديله ظهره، جده بيضربه برجله ويكفيه على وشه. بيقول له زي ما توقعت بالظبط، لسه ضعيف زي ما انت ومحتاج شغل على نفسك اكتر. بيسترجع جين ذكرياته مع امه مره تانية وبيوصل حماسه لاعلى ليفل، بتزيد النار في عينه وبيكسر كل المعدات اللي بيتدرب عليها. جده بيقول له كده الكلام يحلو، انت دلوقتي شخص تاني خالص غير اللي دق باب شركتي من 4 سنين. طول الفتره دي وانا بخطط لبطوله ملك القبضه الحديديه علشان اجذب الغول واخليه يظهر مره تانية، بس اعمل حسابك لما تواجه الغول مش هتقدر تهزمه باسلوب هوشيما لوحده. ومن هنا بتبدا المعركه الحقيقيه بين جين وجده يا صديقي. جده بيبدا بالهجوم كالعاده، بس المره دي جين بيطلع كل قوته وبيضربه الضربه اللي يوقعه بيها على الارض، ووسط ذهول من ميورا والحارس بيقدم التحيه لجده وبيمشي. بس قبل ما بيطلع من المكان بيكسر الاسد الحجري الثاني. ومن هنا بقى جده بيأمر ميورا تجهز استعدادات بطوله القبضه الحديديه في اسرع وقت، وبيسافر جين للمكان اللي هتقام فيه البطوله. وهو في الطياره عمال يدور عن معلومات عن البطوله، بس كل المعلومات بتتكلم عن موت كازوما واللي يبقى ابو جين. بينزل جين من الطياره وبتقابله ميورا، بترحب بيه وبتقول له خلي بالك وانت هنا ما تحاولش تقول انك من عيله كازوما علشان الناس هنا بتكرههم، ولو عرفوا انك منهم احتمال يموتوك. وبتبدا تعرفه على باقي المشتركين معهم في البطوله، واللي بيبقى فيهم هوريج وفينيكس وكمان بنتين، بس بيبقى في بنت فيهم غريبه شويه. هوريج بيرحب بجين باستفزاز. جين بيقول له شكلك لسه شايل مني من اخر مباراه بينا. واحده من البنات بتقول لهم انتوا اصحاب ولا ايه؟ الاتنين في نفس واحد بيقولوا لها لا طبعا. بتاخدهم ميورا لمكان البطوله، بس وهم في العربيه بيقعد جين يتفرج على فيديوهات للبطوله دي على مر الزمان، وبيشوف قتالات كتير بين جده وابوه على اللي هيفوز بلقب
لقب اول بطوله. وريك بيقول له يا انت لسه بتتفرج على الفيديوهات دي؟ ده في فيديوهات اجمد من كده يا عم. بس الاداره المنظمه للبطوله مسحتها علشان كانت بتحس الناس على عنف. جين بيقول له طب مين اللي فاز باول بطوله؟ وريك بيقول له انا عندي معلومات بتقول ان النهائي انتهى بطريقه لا اخلاقيه علشان هوشيما موت كازوما بطريقه غير شرعيه، عشان كازوما محدش كان بيقدر عليه، محدش قدر يصد قصاده غير فينيكس. ايوه ما يغركش قصه الشعر اللي هو عاملها دي. بتقطع كلامهم واحده من البنات بتقول لهم كويس ان كازوما مات، العالم من غيره افضل. هو هوشيما مش احسن حاجه بس كازوما محدش كان بيقدر عليه. بتتدخل نورا في الكلام وبتقول لهم انا شايف انكم بدل ما تصدعوا الواد تستمتعوا بالمناظر الطبيعيه دي احسن، احنا خلاص قربنا نوصل. بيوصلوا المشتركين حلبة البطوله وبترحب بيهم ميورا. جين بيقول لها بس انا عايز اقابل هوشيما. بتقول له هو فوق هناك اهو، اطلع له لو عايز. بيطلع جين وبيسال جده عن اللي حصل هنا زمان. جده بيقول له لو فعلا الغول بيطلع لما تظهر القوه فدي هتبقى اقوى بطوله على وجه الارض، لو عايز تقابله حاول تكسب كل القتالات اللي هتقابلك وتفوز بالمركز الاول في البطوله. جين بيشكره على ثقته دي، بيقول له انا ان شاء الله هقابله وهقضي عليه، بس انا عندي سؤال واحد بس، كازوما راح فين؟ جده بيقول له انت لسه مشتت وعقلك بيفكر في حاجات في الماضي، على فكره انت كده مش هتقدر تهزم الغول، لازم تركز اكتر. بيعدي الوقت وبيجي الليل وبيبقى هوشيما عامل لهم حفله استقبال، بيرحب بيهم كلهم وبيكلمهم عن البطوله وبيعرفهم ان اللي هيفوز بيها هيبقى اقوى واحد في العالم وهياخد مكافاه ماديه كبيره. النهارده احتفلوا وبكره نبدا المواجهات. هوريك بيبقى مبسوط بالاكل والاحتفال، بس جين غيره كل اللي همه البنت الغريبه اللي قابلها الصبح وماشي وراها في كل حته. هوريك بيقول له ما تطولش يا غالي علشان عندك قتال الصبح، بس وجين ماشي وراها بيقابله واحد من المشتركين وده بقى يبقى سميث. بيوقف جين وبيقول له انت بقى اللي هوشيما بيدربك عايز يعمل منك الفتى الذهبي وكده؟ طب ما تواجهني، عايز اعلمك درس انت ومعلمك. وبياخد وضع القتال لكن جين بيقول له مش وقته، اتمنى نتقابل على الحلبه مش هنا. هوشيما بيبقى حاطط كاميرات في كل مكان، بيشوف استفزاز سميث لجين وبيطلب من ميورا فعلا ان اول قتال بكره هيبقى بين جين وسميث. بنسيبهم احنا ونروح لجين اللي كمل ماشي ورا البنت ودي بقى تبقى نينا. بيعرفها بنفسه وبيقول لها انه عايز يتكلم معاها شويه. بتقول له انت قلبك جامد خالص، مش خايف وانت جاي لي لوحدك؟ جين بيقول لها مش وقته الكلام ده، واحنا جايين الصبح اتكلمت عن كازوما، انت حضرت القتال اللي حصل بين كازوما وهوشيما ولا ايه؟ بتقول له بص يا ابني الكازوما ناس شريره، انا ما اعرفش انت بتخطط ليه بس احسن لك ما تتورطش مع هوشيما. وبتسيبه وبتمشي. بيبقى جين واقف يفكر، بيقول له فينيكس قد ايه انت بارع، خليت نينا بنفسها تتكلم معاك عادي. جين بيقول له ايه ده انت واقف من امتى؟ فينيكس بيقول له يا عم انا هنا من بدري، انت عمال تسال عن كازوما وهوشيما ايه عايز تعرف ايه عنهم؟ بيقول له عايز اعرف كازوما مات ازاي. جين بيقول له بص يا ابني مدربي زمان قال لي ان ادائنا على الحلبه هو انعكاس لادائنا في الحياه، الناس اللي انت بتسال عليهم دول ناس شريره. كازوما زمان ما كانش يهمه انه يكسب قد ما يهمه انه يهين خصمه، فعشان كده هوشيما موته. جين بيقول له انت حضرت القتال ولا ايه؟ فينيكس بيتذكر الماضي وبيشوف القتال في خياله لما كازوما مسك هوشيما عجنه، وما اكتفاش بكده لا ده بعد ما خلص ضرب فيه شاله ورماه من فوق الجبل. بيقول لجين انت يا ابني خليك بعيد عن هوشيما. الراجل اترمى من فوق الجبل وبرضه سمعنا بعدها انه موت كازوما، معنى كده انه اكيد موته بطريقه غير شرعيه. اتمنى لك التوفيق في مواجهتك الجايه ونتقابل على الحلبه يا صديقي. جين على طول بيطلع يروح لجده بيقول له انا عرفت ان انت اللي موت كازوما بس عملت كده ليه؟ جده بيقول له بص يا عم انا هقول لك على الحقيقه، كازوما كان دمه ملوث وعنده خلل وراثي، كان بيتحول لوحش مفترس لو دخل قتال وقرب ينهزم، علشان كده كان لازم يموت ونوقف الخلل ده لانه ببساطه كان بيسيطر عليه وكان ممكن يدمر لنا الدنيا لو اتحول، فاحنا كان لازم نمنع الشر من بدايته وحتى ده بان في اخر قتال بيني وبينه. جين بيقول له عشان كده امي ما كانتش بتجيب لي سيرته. جده بيقول له خلل ابوك الوراثي هو اللي بيخليه عنده قوه خارقه والقوه دي هي اللي بتجذب الغول، فعلشان كده جبتك هنا، وبما انه ابوك يبقى اكيد انت كمان ورثت منه الخلل ده وعندك نفس القوه الخارقه، لان الغول ظهر لك لما انت واجهت شويه المتنمرين في الليل اللي ماتت فيه امك. جين بيقول له انا مش فاهم انت عايز تقول ايه؟ جده بيقول له لازم احل اللغز ده الاول عشان نعرف نسيطر على قوه الشر اللي جواك، فانت موجود هنا عشان تواجه الابطال الموجودين واكيد قوتك مع قوتهم هتخلي الغول يظهر في اسرع وقت، وانا مجهز له زنزانه احبسه فيها اول لما يظهر واحلله واقدر اوصل لحل لغز القوه السحريه دي. بتبدا تجهيزات الابطال للمواجهات، وكمان هوشيما بياكد على ميورا تاخد بالها من الزنزانه اللي عملها للغول. بيروح جين يستجم ويصفي دماغه بالمناظر الطبيعيه والهواء النظيف. بتجيله شامو دي بقى تبقى بنت عمه، بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له انت فاكر ان انت الوحيد اللي من عيله هوشيما اللي مشارك في البطوله دي ولا ايه؟ انا كمان مشاركه على فكره. بيقول لها بس انت صغيره. بتقول له مش وقت الكلام ده يا غالي، انت بتعمل ايه هنا؟ ده انا شايفه خصمك عمال يتمرن جامد ويتشقلب ويتنطط وبتاع. جين بيقول لهم اعلنوا خصمه ولا ايه؟ وبيطلع على طول يروح للحلبه، وبتبدا اول جولات البطوله بمواجهه جين مع سميث بيبقى بينه وبين هوشيما مشاكل وعايز ينتقم من جين. بيعلن الحكم البدايه وبنبدا سميث بالهجوم، ضربات متتاليه في وش جين مش مستوعب ولسه كسلان. سميث بيضربه ضربه وهنا جين بيتذكر امه وهي في ايد الغول، بتزيد الحماسه عنده، اخته بتعلن
اعلى. بيهجم على سميث بكل قوته وبيضربه وبيكسر عظمه. بيقع سميث على الارض. جين بيقول له يبقى تستسلم بقى وكفايه مناهده. سميث بيقول له انا وبيقوم يهجم عليه مره تانية، بس المره دي جين جاب اخره. بيضربه بكل قوته ويكسر له رجله. وهنا بقى سميث بيقع على الارض والحكم بيعلن فوز جين بالجوله. بيطلع جين يقعد لوحده وبيبقى مكتئب عشان كان السبب في اذيه شخص وامه ما علمتوش كده زمان. بيجي له ريج يخفف عنه. بيقول له افرد وشك يا عم، امال لو ما كنتش انت اللي كسبت المواجهه. جين بيقول له بس انا ما كنتش قاصد اذيه، انا اتحايلت عليه كتير عشان يستسلم قبل ما اضربه، بس هو اللي رفض وكان حاسبها مساله شخصيه، مش عارف ليه كلهم عايزين يأذوني. وريك بيقول له انت مالكش ذنب في كل ده بسبب هوشيما. بيقطع كلامهم المذيع الداخلي للبطوله واللي بيعلن مواجهه نينا ضد شامو. جين بيقول له صاحبه احنا لازم نروح الحلبه حالا، وبيطلع يروح لشامو فعلا وبيحذرها من نينا. بيقول لها دي شرسه وقتلت قتله. شامو بتقول له ما تخافش عليا، انا عارفه انا هعمل معاها ايه كويس قوي. بتبدا المواجهه وبتبدا نينا بالهجوم. جين بيبقى خايف على بنت عمه. بيقول لجده بقى تعمل كده في حفيدتك، مش خايف عليها تموت. جده بيقول له ما تخافش عليها، هي عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي، مش ضعيفه زيك، هي بس مديها نينا حريه الحركه علشان تدرس استراتيجيتها، لكن اول لما تتمكن منها هتشوف بعينك النتيجه. كل ده يا صديقي ونينا نازله ضرب في شامو، وشامو سايباها على راحتها خالص. كل اللي عليها انها بتصد ضرباتها، وفجاه شامو بتجمع كل قوتها وتضرب نينا في رجليها. لسه نينا بتستوعب الضربه، شامو بتطلع على دماغها وبالبوكس وفي بطنها تقلبها على وشها. وبيعلن الحكم فوز شامو وسط ذهول من جين، اللي بيطلع بعدها ويروح يزور سميث اللي لسه مجبس رجله علشان يطمن عليه. سميث بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ لو جاي تطمن على رجلي فهي مكسوره زي ما انت شايف، ولو جاي تطمن عليا فانا مش هسيب حقي وهيبقى بينا مواجهه مره تانية. جين بيقول له ما انت اللي شخصنتها معايا، لو كنت بتقاتل باحترام ما كنتش هكسر رجلك، لكن هي انكسرت علشان انت عايز تنتقم من جدي وانا ماليش ذنب. سميث بيقول له باحترام؟ انت اللي بتتكلم عن الاحترام؟ هو انت بتتدرب تحت ايد هوشيما؟ جين بيقول له ما تخلطش الامور ببعضها، انا بتدرب عند هوشيما علشان مشكله شخصيه. سميث بيقول له شخصيه؟ بص يا ابني، هوشيما ما بيعملش حاجه لوجه الله، انت اكيد فقدت حد من عيلتك وعايز تاخد حقه. انت يا ابني بتتدرب بالناس اشرار ومش عارف مين الكويس ومين الوحش، علشان كده هوشيما بيستغلك لمصلحته. ده انت حتى ما اتعلمتش منه تصرفاته، علشان لو كنت اتعلمتها ما كنتش جيت لهنا ولا زرت خصمك بعد ما اذيته. وهنا بقى بيدخل عليهم جده. بيقول له عندك حق يا سميث، هو فعلا لو كان اتعلم مني كان زمانه بيتدرب عشان مواجهته اللي جايه مش بيزورك. سميث بيتضايق. بيقول له تاكد ان في يوم هقابلك مره تانية وهعلم عليك. هوشيما بيستهزئ بيه وبيقول له لو كنت كده فعلا يبقى ما تخسرش اي مباراه بعد كده. هو بياخد جين يزعق له. بيقول له لو امك كانت هزمت الغول كنت هتفضل ضعيف زي ما انت، لكن انت هنا عشان تقابل الغول، ما تنساش ده كويس، ومش هتقابله غير لما تكسب كل المواجهات. كل مباراه بتقربك من مقابله الغول اسرع، فانت شد حيلك يا بطل، ما تبصش وراك، بص لقدامك، عندك مواجهه مهمه بكره. بيعدي اليوم وبيجي وقت المواجهه واللي هتبقى بين جين وهوريج. بيعلن الحكم البدايه. جين لسه مشتت بالماضي وبيتذكر كلام امه ومش عايز يأذي صاحبه. هوريج بيبدا بالهجوم. جين مش في وعيه وعمال يتذكر في الماضي، وده مدي لهوريج الفرصه انه يضربه. وفجاه جين بيشوف جده ويفتكر كلامه لما قال له ان كل قتال هتكسبها هيقربك اكتر من الغول. بيرجع لعقله وبيهجم على هوريج. بينزل فيه ضرب. هوريج مش بالخصم القليل، بيصد ضربه جين وبيرد ضربته بضربه اقوى منه، بتكسر بجين سور الحلبه. جين ما بيستسلمش، بيقوم من على الارض وبيستجمع كل قوته وبيهجم بقى على هوريج بالرجل في وشه وبالبوكس في بطنه. هوريج خلاص ما عادش قادر يستحمل. جين خلاص جاب اخره وقرر ينهي المباراه. بيضرب هوريج القاضيه ويخليه يغمى عليه. بينبسط هوشيما باللي جين عمله، لكن جين بيروح جري على صاحبه علشان يقومه. وبيعلن الحكم فوز جين وبياخد صاحبه وبيطلع من الحلبه. وبتحييهم شامو على القتال الجميل ده، بتقول لهم السهر عليا الليله دي. هوريج بيقول لها لا، لازم مباراه تانية للصقر الاول. جين بيقول له يا عم تنيل لما تخف بس انت الاول. بتبدا المواجهه اللي بعد كده واللي بتكون بين كينج ضد شامو. بتبدا شامو بالهجوم عليه، بس كينج مش خصم سهل، بيمسكها يكسرها. بتترمي شامو على الارض وبيعلن الحكم فوز كينج. بياخدوها على المستشفى وهناك بيروح لها جين علشان يطمن عليها. ولما بتفوق بتقول له بالله عليك مش ناقصين محاضرات ان ضعيفه وصغيره والبطوله دي مش ليها وبتاع. جين بيقول لها انت بتقولي كده ليه؟ انا جاي اقول لك عاش على اللي عملتيه، بس ده ما يمنعش انك برضه ضعيف. بتقول له عشان انا ست يعني؟ بيقول لها لا خالص، ما انا اتعلمت القتال على ايد اقوى ست في العالم. بتقول له للدرجه دي كانت قويه؟ بيقول لها بصي ما كانش فيه زيها، انا بتدرب كل ده عشان اعرف اجيب حقها. في الناحيه الثانيه بيبدا الحكم مواجهه بين كينج وفينيكس، المباراه المنتظره اللي كله بيترقبها من قوتها، حتى جد جين عمال يقلقه من خصمه اللي جاي. بيقول له اتفرج بقى على المباراه دي وشوف فينيكس بعظمته دي وهو مش قادر يتغلب على كينج. بيبدا الحكم المباراه وبيهجم فينيكس على كينج. فينيكس بيحاول يضربه بكل الطرق، كينج ثابت وما بيتاثرش بولا ضربه. فينيكس بيحاول مره تانية، كينج بيتضايق بيشيله ويطير بيه في الجو وينزل بيه على الارض ويجيب اجله. هوشيما بيقول لجين شفت بقى، عرفت بقى انا كنت بدربك ليه؟ وبيعلن الحكم عن نهائي البطوله واللي هيبقى بين جين ضد كينج. بيسيبهم هوشيما وبيروح للدكتور بتاعه
بتاعه علشان يطمن على الزنزانه اللي هيحبس فيها الغول. بس وهو ماشي بتهجم عليه نينا، بتقول له انت سرقت القلاده دي من امي وحررت بيها الغول وكنت السبب في موتها. هوشيما بيشد ضربتها وبيضربها ضربه اقوى منها توقعها على الارض. جين بيشوف الموقف وبيجي جري ينقذ نينا. جده بيقول له انت مش هتبطل سذاجه بقى يا ابني، وانت يا نينا يلا امشي من هنا. جين بيقول له ماشي انا هتعامل معاها، بس روح انت دلوقتي حضر للنهائي. بيروح لها جين علشان يقومها، بتقول له ابعد عني انت كمان، هو جدك يعني اكيد انت زيه. جين بيقول لها انا مش فاهم حاجه، انت عايزه ايه؟ بتقول له كل اللي انا عايزاه القلاده بتاعت امي واللي جدك سرقها منها. جين بيقول لها بس هو ما سرقهاش، ده في واحد شكله عبيط هو اللي جابها له. بتقول له مامي كانت مخبيها من هوشيما علشان تأمن شره، بس هو سرقها وحرر بيها الغول. جين لسه بيربط الاحداث ببعضها، بيقول لها الغول اللي موت امي. بتقول له ما هوشيما بيستغلك كل ده وعايز يسيطر على الغول ويتحكم فيه هو. جين بيقول لها تمام كده الامور كلها وضحت، اوعدك اني هجيب لك القلاده بتاعت امك دي بعد البطوله، بس دلوقتي انا عندي نهائي مهم. بتقول له ماشي خلي بالك بقى علشان خصمك في النهائي في شبه كبير منك، الغول موت كينج الاصلي وده بقى الدب بتاعه، فهو كمان عايز يكسب المكافاه الماليه بتاع البطوله وعايز ينتقم من الغول، يعني زيه زيك بالظبط، زي ما انت عايز ترجع حق امك هو كمان عايز يرجع حق كينج الاصلي. بيبدا النهائي وبيبقى باين على كينج انه جاي للفوز فعلا، بيهاجم جين بكل الطرق. جين لسه مشتت وعقله مش في القتال اصلا، لغايه ما كينج بينام على الارض وبيبقى هيكسر دراعه. جين بيتذكر كلام نينا وكمان بيلاقي باقي المشتركين بيشجعوه، على طول بيقوم وبيستخدم اسلوب جده وبيكسر بيه كينج وبيفوت جين بالنهائي ويبقى هو بطل القبضه الحديديه. بس هو طالع من الحلبه بيقابل هوشيما اللي بيقول له انت فزت عليهم كلهم، لكن فاضلك خطوه واحده بس عشان تبقى بطل القبضه الحديديه وهي انك تقابلني. ومن هنا بيعلن الحكم المواجهه بين جين وجده وسط ذهول من كل الموجودين. جده بيقول له خذلتني وخذلت امك وضيعت تدريبي ليك على الفاضي. جين عمال يربط الاحداث ببعضها، بيتذكر جده لما ضحك عليه وقال له ان قوته كانت هي السبب في موت امه مش الغول اللي هو حرره. وكمان بيتذكر كلام نينا لما قالت له ان جده هو اللي حرر الغول اللي موت اعز شخص في حياته. بيستعد جين علشان يطلع كل غضبه ده على اكتر شخص اذاه في حياته، بيهجم على جده وبيضربه. جده مش هيتهزم بسهوله، بيصد ضربه جين وبيهجم عليه هو كمان وبيطيره وبيكسر بيه الجدار. جين بيستمد قوته من القلم زي ما جده علمه زمان، وبيتذكر تدريب امه اللي جده قال له همسحه من دماغك. بيهجم على جده باقصى قوه. جده بيقول له يا انت لسه ما مسحتش اسلوب امك من دماغك. جين بيقول له كان لازم اخد الافضل منك ومنها ولا ايه؟ بيجري عليه وبيضربه برجل يطيره. هوشيما بيقع على الارض وبتقع منه القلاده، وهنا بقى بيجي لهم الغول اللي بيتحرر من القلاده اللي وقعت على الارض. جين بيتذكر امه والغول ماسكها زمان، بيقول له تعالى لي بقى يا غالي، انت زمان كنت بتواجه طفل لكن دلوقتي انا هعرفك بنفسي. بس قبل ما يعمل اي حاجه الغول بيهجم عليه وبيضربه ضربه يلزقه في الجدار. بيجروا عليه اصحابه يحاولوا ينقذوه، بيقول لهم المواجهه دي تخص جين لوحده، سيبوه يعتمد على نفسه. جين لسه مشتت وعمال يتذكر الماضي وكلام جده لما قال له انك هتدفع ثمن كل ده سواء بتعبك او بدمك. على طول بيسترجع عقله وبيستمد قوته من الالام اللي عدت عليه في حياته وبيهجم على الغول على طول، ضربه يمين وضربه شمال والغول عمال يصد وبيضربه ضربه توقعه على وشه. فينيكس بيحاول يتدخل بس هوشيما بيمنعه مره تانية. الغول ماسك جين وعمال يكسر فيه وجين لسه ماضي مسيطر عليه وعمال يفتكر في تدريبه مع امه، وكمان بيفتكر كلام جده لما قال له انه طول ما انت متردد عمرك ما هتهزم الغول. بيدمج اسلوب كازوما مع اسلوب هوشيما وبيهجم على الغول ويموته. جده بيبقى فرحان بيه خالص، بيطلب من مساعدينه ياخدوا الغول ويحطوه في الزنزانه. جين بيقول له ما تتعبش نفسك يا غالي، هو خلاص مات ويلا من غير سلام، انا خدت حق امي ومش عايز اعرفك تاني وما عادش ليه علاقه بيك ولا ببطولتك. بيقطع كلامهم نور بيوجع عينيهم كلهم وبينزل لهم تنين مفترس من السماء جاي لجين بالتحديد. ازاي يعني يموت الغول؟ جين بيحاول يضربه بس التنين بيشيله بكل سهوله ولسه هيموته. بيتدخل هوريجو يساعد صاحبه، ومش بس كده فينيكس وشامو هما كمان بيهجموا على التنين. جين لسه مرمى على الارض من الضربه والتنين قوته معديه، بيضرب هوريجو وفينيكس ويرميهم بعيد هما كمان وما بيبقاش غير شامو بتحاول تضربه لكنه بيمسكها من رقبتها. جين لسه مغمى عليه، بيفتكر كلام امه لما قالت له الحياه يا ابني مش عادله، مره تنادينا للدفاع ومره تنادينا للهجوم. وبيفتكر كمان شكلها لما كان الغول ماسكها من رقبتها. بيخلي قلمه يدفعه للامام زي ما علمه جده، وبيستغل تعليمه من امه لاسلوب كازوما وقوته الجسديه اللي جده بناها له. ومش بس كده، لا ده كمان الخلل الوراثي اللي كان عند ابوه بيخليه يمتلك قوه خارقه يدمر بيها العالم طلع موجود عند جين. عينه بتحمر وبيهجم على التنين، التنين مش قادر عليه بكل الطرق. جين عمال يضربه لغايه ما بيقضي عليه وجسمه بيتحلل. بيجي له اصحابه ويحيوه على اللي عمله. هوريك بيقول له انت فعلا تستحق بطل القبضه الحديديه. بيقطع عليهم الاحتفال ده هوشيما، بيقول له انت كده انتقمت لامك، ومش بس كده لا ده انت كمان انتقمت لابوك وطلعت بتحمل نفس اللعنه اللي كانت في الخلل الوراثي اللي عنده، عشان كده يا غالي جهز نفسك للموت. بيطلع هوشيما مسدسه وبيضرب بيه جين في صدره. بس انت فاكر انه هيموت يا صديقي؟ لا طبعا، جين قلبه ما بيوقفش ولا حاجه ولسه بينبض زي
ما هو، وراح في دنيا غير الدنيا وقابل امه وفرحها كمان انه جاب لها حقها. وفجأة بيرجع له وعي وبيقف على رجله مرة تانية، وبيمسك جده ويرميه بعيد على الجدار وبيفضل يضرب فيه لغاية ما يموته. وفي النهاية بيسيب لهم المكان كله ويطير. كل ده واصحابه واقفين يتفرجوا عليه ومش فاهمين اي حاجة. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا يا صديقي. لو وصلت لهنا ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.